الآن قلت لكم منذ قليل إن العرب لما أخذوا صور الحروف من الشعوب التي تسكن في شمال الجزيرة، الكتابة المسمارية هذه من أهل الحيرة، كان عددها أقل من مين؟ من الحروف التي تستعملها العرب، فاضطروا أن يجعلوا لعدة حروف كم صورة؟ صورة واحدة. من جملة ذلك جعلوا لحروف الإطباق الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، صورة واحدة. هكذا كانت، يعني كان الصاد والضاد والطاء والظاء صورتها واحدة، الأربعة كانوا مثل بعض في الكتابة القديمة. بعدين لما وجدوا ضرورة لإيه؟ للتفريق بينها، ماذا فعلوا؟ ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة أخرى بتطويل سنة الطاء والظاء. انتبهنا؟ هدول الأربعة كانوا مثل بعض. شو عملوا بالطاء والظاء؟ السن هذا شايفينه، السن تبع الصاد والضاد والطاء والظاء، في الطاء والظاء شو عملوا؟ طولوه. بعدين شو عملوا؟ نقطوا الضاد ولم ينقطوا الصاد، ونقطوا الظاء ولم ينقطوا الطاء، فصار عندي كم صورة؟ 4 صور. شو كان عندي بالأول؟ صورة واحدة للأربعة. صارت الصاد هكذا، الضاد نقطوها فرقوها عن الصاد، الطاء طولوا السن فنقطوا الظاء وتركوا الصاد وتركوا الطاء مهملة، فصار عندي 4 صور ل4 أحرف. هكذا يجب أن يكون كان من البداية، هكذا كان يجب أن يكون من البداية.